بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل الطاجن ده معاكم، هنوديكم كده قبل ما نعمل فيه اي حاجة خالص خالص، عشان ما ينفعش نستخدمه اول ما يجي كده من عند بتاع الادوات او من اللي احنا شاريينه منه. ما ينفعش خالص، وما ينفعش كمان نغسله. تمسحيه كده زي ما انت شايفه في فوطه نظيفه، ما بتبلوش ميه خالص خالص، لانك لو بلتيه ميه هتيجي بقى توديكيه بعد كده بالحاجه اللي احنا هنعمله بيها هيطق ومش هينفع معاكي، ومش هيديكي النتيجه اللي احنا عايزينها يعني. فاحنا هنوديكم بسمنه، ويا ريت تكون سمنه فلاحي او زبده. تمام كده، بتحطي فيه كده حوالي 3 معالق حلوين او لغايه ما يتشرب، ولو لقيت عايز تاني بتزودي. تمام. وفي ناس بتوديكوا بدهنه او بتوديكوا ببيضه، فانت وديكيه بالماده اللي انت عايزه الاكل بتاعك يتنكه بيها. تمام، زي اللي احنا بنقول كل معون بينضح بما فيه. تمام كده، فانت وديكيه بحاجه نظيفه، هتاخدي الاكل بتاعك بالطعم اللي هتوديكيه بيه. تمام، وديكيه بسمنه فلاحي او زبده، اكلك كل ما تعمليه فيه هيطلع بنفس الريحه ونفس الطعم كده، وهتلاقي الطاجن يطلع ريحه حلوه وهو في الفرن او على البوتاجاز. تمام حبيبه قلبي، بتفضلي تدعكي كده. انا غاسله ايدي، انت عايزه تدعكي في فرشه براحتك، دي حاجتي وانا بعمله بايدي وايدي نظيفه. بتدعكيه كده من جوه بس ومن الحروف كده بتاعته. تمام كده، وكل شويه انا كنت بدعكه وبسيبه وبرجع ادعكه تاني لغايه ما اشربها خالص وما عادش، ولقيته ما عادش محتاج تمام، وفايض منه اهوت زي ما انتوا شايفين، هتشوفوا معانا دلوقتي. سيبته بقى لما شربها خالص ونشف خالص، كل 5 دقايق كده بروح وباجي عليه ادعكه بايه؟ بالسمنه. تمام، او الزبده الفلاحي زي ما قلتلك. تمام كده اهو، زي ما انا بقولك انا بسيبه وبرجع له تاني اهوت. لقيته خلاص نطر خلاص وما عادش محتاج. معايا كمان بقى نص كوبايه من العسل الاسود، بيطلع الاكل معاكي مسكر وجميل. وشايفين العسل نضيف ازاي؟ استنضفي الحاجه اللي تستخدميه فيها، هتعمليه بحاجات كويسه هيطلع معاكي وهيعيش معاكي فتره، لان الطاجن ده بيطلع اكل، احلى اكل طبعا. زي ما احنا عارفين الاكل الفلاحي بتاعنا تعملي بقى فيه طواجن. الطاجن بتاعي ده كبير ما شاء الله، ياخد له فرخه كبيره او كمان دكر بط واسع ما شاء الله. تمام، وممكن تعملي فيه بسله باميه. طبعا رمضان داخل علينا بخير، وهنعمل فيه طواجن حلوه كتير كتير. وممكن كمان لو عايزه ترقدي فيه لبن تروبيه عشان تعملي بيه الجبنه القريش تعملي فيه. تمام كده، انا مسكت بقى الفرشه وزي ما قلت لك بروح، وكنت بروح وباجي عليه كده وادعكم الحروف من جوه. انا بدعكم من جوه، ما دعكتوش من بره الصراحه، لانه لو دعكتيه من بره هيبهدل معاكي البوتاجاز ومالوش لازمه. هو اهم حاجه من جوه، لان احنا هنحط فيه الاكل من جوه، هيتشبع من جوه وجدرانه هتشرب خلاص كده. تمام. تمام، وانا عايزاه كمان يبقى شكله لطيف وحلو كده، عشان لو حطيته على السفره قدام حد يبقى شكله كويس. تمام كده، فاحنا زي ما قلت لك ما ينفعش تستخدميه اول ما يجي على طول، لانك لو استخدمتيه اول ما يجي على طول هيشرب اي ماده دهنيه حطيتي فيه شوربه هتلاقيها نشفت وشربها اي حاجه. لا كده بقى لما توديكيه كده وتحرقيه هنحطه في الفرن. طبعا احنا قبل ما نبدا في الطاجن كده ان احنا نحط فيه المواد الدهنيه والزيت بتاع والعسل بتاعنا، كنت مولعه الفرن على درجه حراره 200. تمام كده، لما ولعه بقى على درجه حراره 200 زي ما انا قلت لك ويسخن جامد على درجه حراره يسخن جامد جامد، وهدخل بقى الطاجن جواه. تمام كده، الحاجه اللي فيه كلها يتشربها كده، هتلاقيه الحاجه اللي فيه غلت كده. تمام، وتلاقيه ابتدى الحاجه اللي فيه الجنوب كده تتحرق، والحاجه اللي تلاقي الطاجن كده الحاجه بتتبخر وبتغلي فيه. سيبيه ممكن ياخد معاكي لساعه لساعتين، ما تقلقيش خالص خالص. زي ما ياخد زي ما تلاقيه شرب الحاجه خالص، ما تطلعوش غير لما يشرب الحاجه، وتلاقي الحاجه كده العسل اتشرب خالص خالص واتفحم كده، وبقى عامل زي تيجي تلمسي كده حرف الطاجن او كده تلاقيه عامل زي بتفرول معاكي زي البودره. تمام، تعرفي كده ان الطاجن خلاص بقى تمام. تسيبيه بقى يبرد خالص 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 خالص. تمام، وبعد كده لما يبرد تماما تغسليه بقى بالليفه العاديه خالص وتستخدم. تمام، هو كان هنا خلاص بوريك ان هو شرب الماده خلاص، كل راحه جايه 5 دقايق كده اروح ادهنه. تمام، لغايه ما الاقيه خلاص اتشرب كده وقاعد مستكفي. تمام، ادخله الفرن زي ما قلت لك. هو هنا كده خرج السواد اللي تحت ده هتحكيه كده خلاص يعني، هتطلعيه كده باي معلقه او باي حاجه عندك، بس ما تحكوش جامد. شوفي بتفرول زي ما قلت لك
اهوت، وتغسليه عادي وتستخدميه بقى، يبقى جاهز للاستخدام. هيطلع معاكي احلى اكل واحلى طواجن بقى، تشمي الريحه الفلاحي فيه. تمام يا حبيبتي؟ يلا يا حبيبتي، لو وصلت لغايه هنا من الفيديو انزلي حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اي حاجه جديده انا بعملها. شوفوا جميل ازاي، ما تقلقيش خالص. الحاجه اللي فيه من تحت دي مش هتطلع معاكي في الاكل ولا اي حاجه، وكده بقى تمام خالص وتقدري تستخدميه. وبقول لك الجنوب بتاعته اتحولت للون البنيات لانه اتشر. تمام، مع السلامه.